صوت الأذان لصلاة الجمعة يعلو من مكان صعب أن تتكهنوا مصدره. إنه مسجد التوحيد الموجود في مبنى متواضع في شارع سكني مزدحم في العاصمة الهيتية بورتو برنس، واحد من بين 12 مسجدا موزعا داخل العاصمة. أحد مؤسسي هذا المسجد هو عبد الكريم الذي كان اسمه جين روبرت. اعتنق الإسلام قبل أكثر من 24 عاما. تعرف على الإسلام خلال وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية. يقول عبد الكريم أن الإسلام غير حياته كما غير حياة الكثيرين ممن اعتنقوه في هايتي. Used to be wild, fight, attack people, especially if you got bigger than me. You know, I used to look for trouble all the time. Wherever there is trouble, that's where I hang out. I used to drink, I used to eat and go drink anywhere in the world. I can't do that anymore because I choose the illegal way. Okay, so I found Allah. I found Islam now. I don't have no money, but I'm a wealthy man. في بلد تهيمن عليه ديانات عدة كالكاثوليكية والفودو، توجد فيه أيضا بينها أقلية مسلمة. My name is Mohammed Sulaiman and I have been a Muslim since 1 year. My name is Mohammed Lukman. I have 2 years. My name is Karim Al-Nivar. My name is Dawood Abdul Salam. I have 4 years Muslim. My name is Abdul Latif. I've been Muslim only 1 year. ليس من السهل على المسلمين أن يمارسوا دينهم في هايتي، فإضافة إلى شعورهم بالتمييز من قبل حكومتهم ورغم وصول تبرعات ومعونات من جماعات خيرية إسلامية، لديهم لائحة من الشكاوي تكاد لا تنتهي. مسجد التوحيد الذي يحتوي أيضا على مدرسة يتكفل بأقساط التلاميذ المدرسية وإطعامهم رغم شح الموارد المادية. We don't have no masjid to pray. We don't have no cemetery. We don't have a bakery. We don't have a butcher shop. We don't have nothing at all. We need teachers. We need sisters, female Muslim, to come and educate our women who don't know their right in Islam. They don't know their role in Islam. ليست هناك إحصاءات رسمية بعدد المسلمين هنا، لكن القائمين على المساجد يقولون أن هناك ما بين 4000 و5000 مسلم في هايتي، الذي يصل عدد سكانها إلى 8 ملايين. يقول المسلمون هنا أن الإسلام ليس بغريب على جزيرتهم، فلقد جاء مع أجدادهم الأفارقة الذين جلبهم الفرنسيون معهم كي يعملوا عبيدا في مزارعهم في القرنين السابع والثامن عشر. They have stole us, kidnapped us from Africa. We were already Muslim. They are named here to prove it. Akim, Abdallah. Okay, so Islam been here. Islam is one of the brothers who give this country their independence. في هذا البلد المثقل بالديون وارتفاع نسبة البطالة والمحاصر بالفقر والكوارث الطبيعية، يجد بعض معتنقي الإسلام الجدد ملاذا في دين أولى اهتماماته هي مناصرة الضعفاء وإرساء العدالة الاجتماعية للجميع. المسلمون في هايتي يعانون من نقص حاد لأبسط الاحتياجات اليومية، من ماء جار للوضوء، طعام حلال، ومصاحف بلغتهم المحلية الكريول. لكن رغم كل هذه الصعوبات تسمع في أصواتهم اعتزاز بدينهم ورضاء بالقدر وأمل في مستقبل مشرق. لبرنامج MBC في أسبوع، محمد القاسم، هايتي.